وده آخر مرحلة في صينية الرز المعمر بعد ما طلعت من الفرن. وريناكم التفاصيل البسيطة لتجهيز صينية الرز المعمر الحلو أو الرز المعمر المسكر. لو عايزين تاكلوا حاجة حلوة ومسكرة وإمكانياتها كمان سهلة واقتصادية وموفرة، ويمكن كمان تكون موجودة عندكم في البيت. هو الرز المعمر حاجة كده حلوة وجميلة وفي نفس الوقت خفيفة. المكونات بتاعتنا ممكن تكون موجودة في البيت زي الرز الأبيض، وكمان الزبدة الفلاحي أو الزبدة البلدي، واللبن والسكر، وكمان جوز الهند وفانيليا. هي دي المكونات بتاعت طبق الرز المعمر اللي بياخد العقل ويعمل أعلى دماغ. تعالوا ما نعرف طريقة التحضير ازاي. جهزنا كل المكونات بتاعتنا: الرز والزبدة واللبن وجوز الهند والسكر والفانيليا. معانا بقى صينية تاخد المكونات دي وتاخد كمية الرز اللي معانا. بنضيف فيها الرز، وبعد كده بنضيف اللبن والزبدة والفانيليا والسكر. الفانيليا طبعا لو في حتى ريحة كده للبن الناس مش بتحبها، الفانيليا بتخلي ريحة اللبن جميلة، ولو في اي ريحة للبن عامة الفانيليا بتشيلها. دلوقتي كل مكونات صينية الرز المعمر الحلو او المسكر جهزت: السمنة البلدي والرز واللبن والفانيليا وجوز الهند، ولو حابة تضيفي كوباية مية مفيش مشكلة مع اللبن. طبعا ده بيفرق بس عن الرز اللي هو الرز المعمر بيتاكل مع اللحوم او بيتاكل مع الخضار. بيفرق بس انك لما بتعملي الرز المعمر اللي بيتاكل مع الاكل الحادق بتشيلي من الاضافات دي جوز الهند وبتشيلي كمان الفانيليا. هي نفس الطريقة ونفس الخطوات، وبتدخليه الفرن وبيتاكل في كلا الحالتين، سواء كان رز معمر حلو او رز معمر حادق، الاتنين بيبقى طعمه حكاية. وده آخر مرحلة في صينية الرز المعمر بعد ما طلعت من الفرن. وريناكم التفاصيل البسيطة لتجهيز صينية الرز المعمر الحلو أو الرز المعمر المسكر. زي ما قلنا لكم إن في رز معمر حلو بيتعمل بفانيليا وسكر، وفي رز معمر بيتعمل من غير فانيليا ومن غير سكر علشان يتاكل مع اللحوم والخضروات. إنما دي قدامنا دي صينية الرز المعمر المسكر الحلو اللي بيطلع باللون الذهبي الحلو ده. احنا وريناكم تفاصيل تجهيزه وتحضيره لحد ما دخل الفرن ولحد كمان ما طلعناه من الفرن.